السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أشطر طلاب الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة سلاح التلميذ على الدرس الأول في الوحدة التانية. وطبعا قبل ما نبدأ عايز أفكركم شرح الدروس اللي فاتت كلها موجودة في الوصف تحت، اللي فاتوا أي درس وعاوز يشوفه هيلاقيه موجود تحت في الوصف. وبرضو احنا حالين كل أسئلة سلاح التلميذ على كل درس، يعني كل درس من دروس الوحدة الأولى هتلاقوا محلول أسئلة سلاح التلميذ بتاعتها وعاملين مراجعة على الوحدة الأولى. كل ده هتلاقوه موجودين في الوصف تحت يا سنة 5. يلا بينا كده نبدأ مع بعض نحل أسئلة سلاح التلميذ على الدرس الأول في الوحدة التانية. صفحة كام عشان الناس اللي بتحل معانا؟ صفحة 86 و87 و88. يلا بينا كده بسم الله. السؤال الأول عندنا سؤال صح وغلط. رقم 1 بيقول لي شيد المصريون القدماء حضارة أبهرت العالم بآثارها العظيمة، صح. طيب رقم 2 تعلم المصريون القدماء الزراعة واستقروا على ضفاف نهر النيل، صح. احنا عارفين ان احنا نهر النيل ساعد على ايه؟ على قيام الزراعة بسبب ان في تربة خصبة. راح المصري القديم جه وقعد على ضفاف نهر النيل لما لقى فيه تربة خصبة وكمان فيه مية عذبة، يعني صح، نهر النيل ساعد على قيام الحضارة. طيب رقم 3 ساهم نهر النيل قديما في التواصل بين شمال مصر وجنوبها، برضو صح. طيب مين فينا فاكر يا سنة 5 نهر النيل ده كان من العوامل ايه؟ العوامل الطبيعية ولا العوامل البشرية؟ العوامل الطبيعية طبعا، ايوه كده، الناس اللي ذاكرت وفاكرة معانا. طيب رقم 4 تعد مصر بوابة مشتركة لقارتي آسيا وإفريقيا. مين فاكر بقى المعلومة الحلوة قوي دي؟ تعالوا نفتكر مع بعض يا سنة 5. احنا اتفقنا ان مصر موجودة في قارة إفريقيا، لكن هي قريبة قوي 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 من قارة آسيا. عشان كده اللي عايز يدخل من قارة آسيا لقارة إفريقيا بيدخل من خلال ايه؟ من خلال مصر، عشان كده بنقول عليها البوابة. وبرضه نفس النظام، لو احنا عايزين نخرج من قارة إفريقيا نروح قارة آسيا ممكن نعمل كده من خلال مين؟ من خلال مصر، عشان كده برضه بنقول عليها البوابة. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. رقم 5 تتمتع مصر بحدود طبيعية آمنة منها البحرين المتوسط والأسود، غلط. احنا اتفقنا ان عندنا بحرين فعلا، بس ما كانش البحر الأسود، كان البحر المتوسط والبحر الايه؟ الأحمر، يبقى هنا غلط. طيب رقم 6 أنعم الله سبحانه وتعالى على مصر بمناخ بارد ساعد على ابتكار وعمل المصريين القدماء، هنقول غلط. غلط ليه؟ لأن ما كانش مناخ بارد، كان مناخ معتدل ساعدهم على الابتكار والعمل، يبقى كلمة بارد هي هنا الغلط، المفروض مناخ معتدل. طيب رقم 7 تتميز مصر بتنوع المعادن والصخور مما ساعد على بناء الأهرامات، صح ولا غلط؟ هنقول هنا صح. طيب صح ليه؟ لان احنا اتفقنا ان مصر موجود فيها معادن كتيرة قوي وصخور كتيرة جدا. اخدوا الصخور وعملوا بيها ايه؟ بنوا بيها الاهرامات، وكمان بدأوا ينحتوا التماثيل. طيب والمعادن استخدموها بقى في الحلي والزينة والحاجات دي. طيب رقم 8 بدأت صناعة أدوات الزينة والحلي في مصر الحديثة، غلط طبعا. ده احنا لسه بنقول حالا ايام المصريين القدماء استخدموا ايه؟ استخدموا المعادن في ادوات الزينة والحلي، يبقى ازاي مصر الحديثة؟ لا، ده كانوا مستخدمينها زمان، يعني قديما مش حديثا، يبقى هنكتب في رقم 8 غلط. طيب رقم 9 الموقع الجغرافي جعل مصر ملتقى قارات العالم الجديد، خدوا بالكم بيقول هنا قارات العالم الجديد، غلط. احنا اتفقنا مع بعض في الدرس كانت قارات العالم القديم اللي هي آسيا وإفريقيا وأوروبا، يبقى الموقع الجغرافي جعل مصر إيه؟ ملتقى قارات العالم القديم مش الجديد، يعني رقم 9 غلط. طيب رقم 10 ساعد كفاح وإبداع المصريين القدماء على قيام الحضارة المصرية القديمة، صح. احنا خدنا من العوامل البشرية هو كفاح وإبداع المصريين القدماء اللي ساعد على إيه؟ على قيام الحضارة المصرية القديمة. طيب رقم 11 تعد مصر من أقدم الدول التي اهتمت ببناء جيش قوي، المعلومة دي ساعتها قلنا إن هي حلوة قوي ومهمة، مصر كانت ساعتها اهتمت ببناء جيش قوي، فعلا صح. طيب فاكرين بقى كان صح ليه؟ أي دولة عايزة تعمل جيش يبقى على طول علشان إيه؟ تحمي الدولة، يبقى بهدف حماية الدولة، يبقى رقم 11 عندنا صح. طيب رقم 12 عندنا قامت الحكومة المركزية بدور مهم في إدارة شؤون المصريين القدماء، صح ولا غلط؟ ها مين فاكر؟
طبعا احنا قلنا ان الحكومة المركزية دي كانت من العوامل البشرية اللي ساعدت على قيام الحضارة. يعني هنعمل ايه في الاخر، صح ولا غلط؟ طبعا صح، احنا لسه بنقول اهو دي ساعدت على ايه؟ على قيام الحضارة. يعني اهتمت جدا بإدارة شؤون المصريين القدماء، ودي حاجة تساعد على قيام الحضارة. طيب رقم 13، المصريون القدماء هم أول شعوب العالم التي عرفت الوحدة السياسية، صح. طيب رقم 14، تميز المصريون القدماء بالترابط الأسري والاستقرار السياسي، برضو صح. طيب فاكرين الموضوع ده كان فين؟ يعني الجزئية اللي احنا بنتكلم عنها دي كانت فين بالظبط؟ كانت في الحياة الاجتماعية. لما قلنا هنتكلم عن ملامح الحضارة المصرية القديمة، كان شكل المجتمع عامل ازاي؟ كان في ترابط أسري وكان في استقرار سياسي. طيب رقم 15، تمسك المصريين بالقيم والأخلاق الحميدة بيدل على تميزهم ثقافيا. هنكتب هنا غلط. طيب غلط ليه؟ لأن ده مش بيدل على تميزهم ثقافيا، لا، طالما فيها أخلاق وفيها قيم ده بيدل على الحياة الدينية عندهم. احنا قلنا ان في الحياة الدينية عندهم المصريين كانوا متمسكين جدا بالقيم والأخلاق الحميدة، وآمنوا بالحياة بعد الموت. الثلاث حاجات دول، تمسكوا بالقيم والأخلاق الحميدة وآمنوا بالحياة بعد الموت. يبقى دي ملهاش علاقة بإيه؟ بالثقافة، ليه علاقة بالدين. يبقى هنكتب غلط. طيب رقم 16، معرفة المصريين القدماء بالكتابة الهيروغليفية كان له العديد من الآثار الإيجابية، صح. لأن المصريين القدماء سنة 5 بعد ما عرفوا الكتابة وتعلموها بدأوا بقى يتميزوا في العلوم والفنون المختلفة. يعني الكتابة دي كان ليها فضل، كان ليها آثار إيجابية، صح طبعا. بعدها قدروا يتعلموا علوم وفنون كتيرة قوي. طيب نيجي بعد كده لرقم 17، تدهورت أنظمة الري عند المصريين القدماء، صح ولا غلط؟ غلط جدا، لأن في الحياة الاقتصادية عندهم اهتموا بتطوير نظم الري. يعني ما حصلش تدهور ولا حاجة، بالعكس ده حصل تقدم، اهتموا بتطوير نظم الري. طيب آخر سؤال في صح وغلط، بتقتصر مهمة الدفاع عن الوطن على الجيش؟ أكيد غلط، لأن مش الجيش لوحده اللي هيدافع عن البلد. طبعا في ناس كتيرة جدا مسؤولة، زي الحكومة المركزية وزي مين تاني وزي الحاكم نفسه. ناس كتيرة بتبقى مسؤولة، مش الجيش لوحده هو بس اللي بيدافع عن البلد. طيب نيجي للسؤال التاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، في عبارة كده بيقول نهر النيل جعل مصر مدخل القارة. العبارة دي من أقوال مين؟ هل طه حسين ولا هيرودوت ولا جمال حمدان ولا مانيتون؟ طبعا احنا ما خدناش في الأسامي دي كلها غير هو اسم واحد بس، جمال حمدان العالم الجغرافي، وهو اللي قال ان نهر النيل جعل مصر مدخل للقارة. يبقى جمال حمدان هو اللي قال الكلام ده. طيب رقم 2، بتشمل الحدود الطبيعية لمصر هي بقى نهر النيل ولا البحر المتوسط ولا بحيرة موريس ولا الجزر النيلية؟ لا، احنا اتفقنا ان الحدود الطبيعية عندنا قلنا فيها بحرين، البحر المتوسط والبحر الأحمر. مفيش عندي هنا البحر الأحمر، بس عندي البحر المتوسط، يبقى هنختار البحر المتوسط. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده، رقم 3، أحد العوامل الطبيعية لقيام الحضارة المصرية القديمة هي المعادن والصخور ولا كفاح المصريين القدماء ولا الجيش المصري ولا الحكومة المركزية القوية؟ طبعا كفاح المصريين القدماء والجيش المصري والحكومة المركزية القوية، كل دي عوامل بشرية، يعني مش عوامل طبيعية. امال ايه العوامل الطبيعية؟ المعادن والصخور، دي من العوامل الطبيعية اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة. طيب رقم 4، أحد العوامل البشرية لقيام الحضارة المصرية، هل المناخ المعتدل ولا الثروات الطبيعية ولا نهر النيل ولا الحكومة المركزية؟ احنا لسه قايلينها حالا في السؤال اللي قبله، الحكومة المركزية دي من العوامل البشرية. طيب رقم 5، أحد خصائص المصريين القدماء الدينية، الاعتقاد في ايه بقى؟ في حب العلم والمعرفة؟ لا. طيب الحياة بعد الموت؟ أيوة، هي الحياة بعد الموت، مش هنكمل باقي الاختيارات. احنا اتفقنا ان المصريين القدماء الحياة الدينية عندهم كانوا بيأمنوا بالحياة بعد الموت. يعني دايما كان عندهم إيمان ان هم بعد ما يموتوا هيكون في حياة تانية مستنياهم. طبعا الكلام ده مش حقيقي، بس هم كانوا فاكرين كده.
طيب نيجي للسؤال الثالث، أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة من بنك الكلمات. يعني احنا عندنا شوية كلمات اهو، اللي هي الديني والوحدة السياسية والعلوم المختلفة والاقتصادي والاجتماعي. دول هنختار منهم كل كلمة هنحطها في سؤال من اللي عندنا. يعني رقم 1 بيقول للمصريين القدماء هم أول من عرف ايه بقى اللي هناخده من الكلمات دي ونحطه هنا؟ المصريين القدماء أول ناس عرفوا ايه؟ الوحدة السياسية ولا العلوم المختلفة ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الديني؟ لا طبعا، أول ناس عرفت الوحدة السياسية هم المصريين القدماء، يبقى هناخد كلمة الوحدة السياسية. طيب رقم 2، الترابط الأسري بيدل على اهتمام المصريين القدماء بالمجال الديني ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي؟ احنا بنتكلم عن ترابط أسري يا سنة 5، يعني بنتكلم عن المجتمع، يعني بيهتموا بالمجال الاجتماعي، يبقى هناخد كلمة الاجتماعي. طيب رقم 3، الإيمان بالحياة بعد الموت دليل على تميز المصريين القدماء في المجال الايه؟ احنا لسه قايلينها على فكرة في اختياري فوق. اهتمامهم في المجال الايه؟ في المجال الديني ولا الاقتصادي؟ أكيد مش الاقتصادي، يبقى المجال الديني. طيب رقم 4، ازدهار التجارة مع الحضارات المجاورة يعني تقدم المصريين القدماء في المجال ايه؟ دلوقتي احنا بنعمل تجارة مع الحضارات اللي جنبنا، ماشي؟ ده بقى دليل على ايه؟ اهتمامنا بايه وشطارتنا في انهي مجال؟ طبعا المجال الاقتصادي. المجال الاقتصادي ده اللي هو كله شغل، بنتكلم فيه عن زراعة وصناعة وتجارة، يبقى هنختار هنا المجال الاقتصادي. طيب السؤال الرابع، صوب ما تحته خط فيما يلي، يعني هنصحح الكلمة الغلط اللي محطوط تحتها خط. رقم 1 عندي بيقول تنوعت عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة ومنها نهر النيل الذي يعد عاملا بشريا. هو نهر النيل كان من العوامل البشرية سنة 5؟ أكيد لأ، كان من العوامل الإيه بقى؟ من العوامل الطبيعية. نهر النيل من العوامل الطبيعية اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة. طيب رقم 2، تميز المصريون بالترابط الاجتماعي الناتج عن ايه؟ التفكك الأسري؟ لا 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 لا، مش تفكك خالص، الترابط الأسري. الناس دي كان عندهم ترابط أسري قوي. طيب رقم 3، معرفة المصريين القدماء للغة الهيروغليفية بيدل على تميزهم في المجال الاقتصادي. احنا بنتكلم عن لغة، يعني معرفة، علم. طيب ده دليل على ان تميزهم في المجال الاقتصادي؟ الاقتصادي غلط، احنا متفقين. طيب تميزهم على ايه بقى؟ في المجال الايه؟ المجال الثقافي، يبقى هنشيل كلمة الاقتصادي ونحط بدلها المجال الثقافي. طيب السؤال الخامس بيقول لي صنف العوامل التالية إلى عوامل طبيعية وأخرى بشرية وفقا للجدول. يعني دلوقتي احنا عندنا شوية حاجات اهو، زي الجيش والمناخ والحدود الطبيعية وكفاح المصريين القدماء والموقع الجغرافي. كل الحاجات دي هنشوف كل واحدة فيهم هل بتنسب للعوامل الطبيعية ولا العوامل البشرية. تعالوا كده نجرب مع بعض، أو تعالوا نلعب مع بعض. السؤال ده لذيذ جدا. عندنا الجيش المصري، الجيش المصري كان من العوامل الطبيعية ولا البشرية؟ طبعا العوامل البشرية. طيب نهر النيل عوامل طبيعية ولا بشرية؟ عوامل طبيعية. طيب الحكومة المركزية، مش هقعد اجاوب كله. الحكومة المركزية العوامل طبيعية ولا عوامل بشرية؟ لا، عوامل بشرية. طيب الحدود الطبيعية دي بقى باينة من اسمها سنة 5، حدود طبيعية يعني على طول من العوامل الطبيعية. طيب كفاح المصريين القدماء دي عوامل بشرية. طيب المناخ المعتدل دي عوامل طبيعية. طيب الثروات الطبيعية برضو من اسمها على طول عوامل طبيعية. طيب الموقع الجغرافي برضو عوامل طبيعية. خدوا بالكم احنا في كل اللي موجودين عندنا دول مفيش بس غير هم 3 اللي هنكتبهم في العوامل البشرية، اللي هي الجيش المصري، وعندنا الحكومة المركزية، وعندنا كفاح المصريين القدماء. بس دول اللي تبع العوامل البشرية، الباقي كله عوامل طبيعية. طيب السؤال السادس عندي، فسر أهمية كل مما يلي لقيام الحضارة المصرية القديمة. يعني كل حاجة من دول هنكتب الأهمية بتاعتها، الأهمية اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة. طيب أول حاجة عندنا نهر النيل، ساعد على قيام الحضارة المصرية إزاي؟ ساعد المصري القديم على الزراعة والاستقرار على ضفافه، يعني على ضفاف نهر النيل،
وكمان التعاون لبناء الجسور والسدود والتواصل بين الشمال والجنوب. يبقى تاني، نهر النيل ساعد لي على ايه؟ ساعد المصري القديم ان هو يزرع ويستقر، يعني ساعد على قيام الزراعة والاستقرار على ضفافه، والتعاون لبناء الجسور والسدود والتواصل بين الشمال والجنوب. طيب نيجي لرقم 2، عندنا الموقع الجغرافي لمصر. عايزين أهمية الموقع الجغرافي لمصر. عمل ايه بقى؟ جعل مصر ملتقى قارات العالم القديم ال3، وساعد ذلك على التأثير والتأثر مع الحضارات القديمة. يبقى عمل حاجتين، أول حاجة جعل مصر ملتقى قارات العالم القديم ال3، 2 ساعد ذلك على التأثير والتأثر مع الحضارات القديمة. طيب رقم 3، الحدود الطبيعية لمصر ايه أهميتها؟ ساعدت على حماية البلاد من الغزاة اللي هم العدو، ووفرت للمصريين الأمن والاستقرار. يبقى الحدود الطبيعية ساعدت على ايه؟ حماية البلاد من الغزاة، ووفرت للمصريين الأمن والاستقرار. طيب رقم 4، المناخ المعتدل ساعد في ايه؟ ساعد المصريين على الابتكار والعمل، كما ساعد على بقاء الآثار المصرية خالدة حتى الآن. يبقى المناخ عمل حاجتين، ساعد المصريين على ايه؟ الابتكار والعمل. طيب 2، بقاء الآثار المصرية خالدة حتى الآن، يعني ما فضلت موجودة زي ما هي سليمة لحد دلوقتي. طيب 5 حاجة، الثروات الطبيعية ساعدت على ايه دي بقى؟ كانت ايه أهميتها؟ المصريين ما سابوهاش في حالها، بدأوا يستخدموها في ايه بقى؟ في بناء الأهرامات ونحت التماثيل وصناعة أدوات الزينة والحلي. يبقى الثروات الطبيعية ليها 3 حاجات، استخدمناها في 3 حاجات. أول حاجة بناء الأهرامات، استخدمها المصري في بناء الأهرامات ونحت التماثيل وصناعة أدوات الزينة والحلي. طيب رقم 6، كفاح وإبداع المصريين القدماء. طيب كفاح المصريين ده ساعد في إيه؟ أول حاجة، استثمر المصريون القدماء موارد الطبيعة مع ما لديهم من إبداع وإتقان وحب العلم والمعرفة لتشييد حضارة عظيمة، يعني لبناء حضارة عظيمة. يبقى استثمر المصريون القدماء إيه؟ موارد الطبيعة مع ما لديهم من إبداع وإتقان وحب العلم والمعرفة لتشييد حضارة عظيمة. طيب رقم 7، الجيش المصري كان إيه أهميته؟ ساعد وجود جيش قوي على حماية البلاد واستقرارها ووحدة أراضيها. يبقى أهمية الجيش إيه؟ هنقول ساعد على حماية البلاد واستقرارها ووحدة أراضيها. طيب ده بالنسبة لأهمية الجيش. آخر حاجة بقى الحكومة المركزية، كانت إيه أهميتها؟ ساهمت بدور مهم في إيه؟ في إدارة شؤون البلاد، وإيه كمان؟ ورعاية مصالح المواطنين، وإيه كمان؟ ومتابعة المشروعات. يبقى الحكومة المركزية عملت لي 3 حاجات، أول حاجة إدارة شؤون البلاد، 2 رعاية مصالح المواطنين، 3 متابعة المشروعات. نيجي بقى للسؤال السابع، ما النتائج المترتبة على؟ رقم 1، الترابط الأسري في مصر قديما. إيه النتائج اللي ترتبط عليه؟ تميز المصريين القدماء بالترابط الاجتماعي. يبقى نتيجة الترابط الأسري ده عمل لي إيه؟ عمل لي ترابط اجتماعي. يبقى تميز المصريون القدماء بالترابط الاجتماعي. طيب رقم 2، إيه النتائج اللي ترتبط على موقع مصر وسط قارات العالم القديم؟ هنقول أصبح هناك تأثير وتأثر بين الحضارة المصرية القديمة وبعض الحضارات القديمة، يعني احنا أثرنا في حضارات وفي حضارات أثرت فينا. يبقى النتائج اللي ترتبط على موقع مصر وسط قارات العالم القديم، هنقول أصبح هناك تأثير وتأثر بين الحضارة المصرية القديمة وبعض الحضارات القديمة. طيب رقم 3، انتشار الصحاري حول نهر النيل. إيه النتائج اللي ترتبط على ده؟ حماية البلاد من العدو، اللي هي حماية البلاد من الغزاة. فاكرينها؟ احنا قلنا ما هي الصحاري دي ايه؟ الصحاري دي حدود طبيعية، واحنا اتفقنا ان الحدود الطبيعية في مصر بتعمل ايه؟ بتحميل البلاد من اي عدو. يبقى حماية أدى إلى حماية البلاد من الغزاة.
طيب رقم 4، تنوع المعادن والصخور في مصر قديما أدى إلى إيه؟ أدى إلى استخدام المصريون القدماء إلى الصخور في بناء الأهرامات ونحت التماثيل، واستخدم المعادن في الحلي والزينة، في صناعة الحلي والزينة. يبقى تاني، إيه النتائج اللي ترتبط على تنوع المعادن والصخور في مصر قديما؟ أدى ذلك إلى استخدام المصري القديم الصخور في بناء الأهرامات، وإيه كمان؟ ونحت التماثيل. طيب والمعادن؟ واستخدم المعادن في صناعة الحلي والزينة. طيب رقم 5، كفاح وإبداع المصريين القدماء أدى إلى إيه؟ أدى إلى تميز المصريين القدماء في كثير من العلوم والفنون المختلفة ومعرفتهم للكتابة الهيروغليفية. يبقى تاني، تميز المصريين القدماء في الكثير من العلوم والفنون المختلفة ومعرفتهم للكتابة الهيروغليفية. طيب السؤال الثاني، سؤال دلل على تميز المصريين القدماء في المجالات الآتية. يعني احنا عايزين دليل على ان المصريين كانوا مميزين قوي في المجال السياسي والاجتماعي والديني والثقافي والاقتصادي. عايزين شوية أدلة. طيب نيجي لرقم 1، المصريين القدماء كانوا مميزين في المجال السياسي في ايه؟ أول حاجة، هم أول شعوب العالم معرفة للوحدة السياسية. يبقى المصري كان مميز سياسيا في ايه؟ انه كان أول شعوب العالم معرفة للوحدة السياسية. طيب رقم 2، عاوزين دليل قوي برضو على تميز المصريين في المجال الاجتماعي. كانوا مميزين في ايه؟ طبعا بالترابط الاجتماعي الناتج عن الترابط الأسري، وكمان الاستقرار السياسي. يبقى تاني كده مع بعض، الدليل على تميز المصري القديم اجتماعيا، تميز بالترابط الاجتماعي الناتج عن الترابط الأسري والاستقرار السياسي. طيب رقم 3، عايزين بقى دليل كان مميز فيه في الدين، المجال الديني. هنقول تمسكوا بالقيم والأخلاق الحميدة. يبقى تمسكوا بالقيم والأخلاق الحميدة، وإيه كمان؟ وأمنوا بالحياة بعد الموت. أمنوا بالحياة بعد الموت. طيب رقم 4، عايزين تميزهم في المجال الثقافي. عملوا إيه؟ تميز المصريون في الكثير من العلوم والفنون المختلفة بعد معرفتهم للكتابة الهيروغليفية. تاني مع بعض، تميز المصريون القدماء في الكثير من العلوم والفنون المختلفة بعد معرفتهم للكتابة الهيروغليفية. طيب آخر حاجة، الاقتصادي، المجال الاقتصادي كانوا مميزين في إيه؟ اهتموا بتطوير نظم الري وإتقان الكثير من الصناعات مثل صناعة الفخار. تاني، اهتموا بتطوير نظم الري وإتقان الكثير من الصناعات مثل صناعة الفخار. طيب السؤال التاسع عندنا، ما العلاقة بين ايه العلاقة بين الإبداع والثقة بالنفس؟ ايه علاقة ده بده؟ فاكرين لما قلنا ان المصري القديم كان عنده روح الإبداع والكفاح؟ هو ده بالظبط السؤال. احنا دلوقتي هنكتب فيه ايه بقى؟ ان هو كان عنده ثقة بالنفس حلوة قوي، فثقته بنفسه دي خلته يبدع في مجالات كتيرة جدا. يبقى هنقول ثقة المصريين بأنفسهم جعلهم يستثمرون موارد الطبيعة مع ما لديهم من إبداع وإتقان العمل وحب العلم والمعرفة لتشييد حضارة عظيمة. طيب رقم 2، إيه العلاقة بين معرفة المصريين القدماء الكتابة الهيروغليفية وتطورهم في العلوم المختلفة؟ السؤال ده حلو قوي. هنكتب بعد معرفة المصريين القدماء للكتابة الهيروغليفية أصبح لديهم الكثير من العلوم والفنون المختلفة. يعني بقوا مميزين أكتر في العلوم والفنون المختلفة بعد ما عرفوا إيه؟ بعد ما عرفوا الكتابة الهيروغليفية. يعني دي ليها علاقة بدي. يبقى تاني، معرفة المصري القديم للكتابة الهيروغليفية أدى إلى تميزه في الكثير من العلوم والفنون المختلفة. نيجي بقى للسؤال العاشر، وده آخر سؤال عندنا. أجب عما يلي، ما المقصود بالحضارة؟ مين فينا بقى حفظ التعريف؟ ما المقصود بالحضارة؟ هو كل ما أنتجه الإنسان سواء كان ماديا كالمباني والعمران أو ثقافيا كالعلوم والفنون. نقول تاني، كل ما أنتجه الإنسان سواء كان ماديا كالمباني والعمران أو ثقافيا كالعلوم والفنون. طيب رقم 2، حدد مهام الجيش المصري في مصر قديما. كان مهمته إيه؟ سهلة،
حماية البلاد واستقرارها ووحدة أراضيها. تاني، حماية البلاد واستقرارها ووحدة أراضيها. المفروض نكون حفظناها سهلة. جيش يعني حماية البلد على طول. طيب رقم 3، وضح دور الحكومة المركزية في مصر قديما. قلنا إن هي عملت لنا 3 حاجات. أول حاجة إدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح المواطنين ومتابعة المشروعات. يبقى الحكومة المركزية إيه دورها؟ أول حاجة إدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح المواطنين ومتابعة المشروعات. ال3 حاجات اللي الحكومة المركزية عملته. وبكده بقى سنة 5 نكون خلصنا حل أسئلة سلاح التلميذ على الدرس الأول من الوحدة التانية. هسيب لكم في الوصف تحت كل شرح الدروس بتاعت الوحدة الأولى، وكمان شرح الدرس اللي احنا بنحل عليه الأسئلة ده. وبرضه هسيب لكم كل حل أسئلة سلاح التلميذ على الوحدة الأولى، ومراجعة الوحدة الأولى كاملة موجودة تحت في الوصف. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الدروس بتاعة المنهج. أشوفكم إن شاء الله في الدرس الثاني من الوحدة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.